في حد بيشم بودانه؟ بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المجد للآب والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. النهاردة هنحكي حكاية ولد. الولد ده كان ولد صغنن، بس كان ولد بيشتغل لأنه ما كانش عنده فلوس خالص. وكان الولد ده وهو شغال كان يقعد يلف على الناس، كان بيقعد يشتغل كتير عشان هو ما كانش عنده فلوس خالص. وبعدين قعد يشتغل، كان يروح يبيع للناس شمع ويقعد يلف عليهم. حد عايز شمع؟ حد عايز شمع عشان ينور بيه؟ يا عم انت خد شمعة، خد شمعة نور بيها، خد شمعة نور بيها. يقول له لا مش عايز شمع. كان يمشي وهو زعلان ويقعد يلف 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 يلف. وبعدين يلاقي حد تاني، يا عم انت مش عايز شمع؟ يقول له هات شمعة. ياخد منه شمعة ويديله فلوس. كان يقعد يحط الفلوس على فلوس على فلوس ويجيب بيها أكل ياكله أو هدوم يلبسها، وكان فقير خالص. وبعدين في مرة من المرات قعد يلف يلف على البيوت عشان يبيع لهم شمع. وهو بيلف خبط على باب بيت، تك 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 تك. فتحت له واحدة ست كده شكلها حلوة خالص. قالت له انت عايز قال لها مش عايزة تشتري شمع؟ قالت له انا عايزة شمع، هات. واشترت منه. بعد لما خلصت لقت ان هو شكله فقير خالص وتعبان وجعان. راح قال لها ممكن بعد اذنك كوباية مية عشان انا عطشان قوي؟ قعدت تفكر، اجيب له كوباية مية بس؟ ده هو شكله فقير وشكله ولد صغير وتعبان. قالت انا احسن حاجة اجيب له كوباية لبن. راحت جايبه له كوباية لبن كبيرة وراحت اديتها له. لا ايه ده انت جايبه لي لبن؟ قالت له عشان انت شكلك بقالك كتير ما شربتش لبن وبقالك كتير تعبان، انا قلت اجيب لك لبن. اديت له كوباية اللبن، فرح بيها قوي وشربها وقال لها متشكر جدا. وكمان اديت له شوية اكل صغيرين وراح اخد بعضه ومشي. وفضل يشتغل 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 لحد لما كبر. والست الطيبة دي كمان كبرت وبقت ست عجوزة. بقت ست عجوزة خالص كده وتعبانة. وبعدين في يوم من الأيام وهي تعبانة خالص تروح للدكتور، يا دكتور أنا تعبانة، أنا بطني بتوجعني ومش بشوف. لا تقول له بطني بتوجعني ومش شايفة، ودماغي بتوجعني ومش عارفة أمشي. بالله أنت بتقول إيه يا ست أنت؟ ووداني وجعاني ومش شامة حاجة خالص. والله مش شامة بوداني، في حد بيشم بودانه؟ قالت له أنا تعبانة خالص خالص خالص. فكان تدفع فلوس عند الدكتور ده وتدفع فلوس عند الدكتور ده لحد لما مبقاش معاها فلوس خالص. وفي مرة تعبت خالص خالص خالص، ما بقتش لا شايفة ولا شامة ولا عارفة تمشي ولا أي حاجة خالص. فراحت المستشفى، ولما دخلت المستشفى قالوا لا دي تعبانة خالص، لازم الدكتور يجي بسرعة يكشف عليها. بس قالت لهم أنا معيش فلوس للدكتور. لقت الدكتور بيقول لها ما تخافيش يا ست، ما تخافيش. استغربت قوي. الدكتور اداها الدواء وبقت حلوة خالص وبقت كويسة. قالت له يا دكتور بس أنا معيش فلوس الدواء اللي انت اديتهولي.
قال لها ما تقلقيش ما تقلقيش، الفلوس اتدفعت خلاص. قالت له الفلوس اتدفعت؟ انا ما دفعتش حاجه. انت دفعت حاجه؟ لا. انا ما دفعتش حاجه. الفلوس ايه اللي اتدفعت؟ قال لها اصل انت زمان اديتيني كوبايه لبن كبيره، انا الدكتور اللي قدامك كنت الولد الصغير اللي بيقعد يلف على البيوت عشان يبيع الشمع. الولد الصغير الجميل ده قعد يلف يلف ويشتغل لحد لما ذاكر واجتهد وبقى دكتور كبير، ورجع لها تاني الحاجة الحلوة اللي هي عملتها، بان هي اديت له كوباية لبن وبقت حنينة عليه. هو كمان ربنا اراد ان هو يرجع يعمل لها يديها الدواء ويخففها كده من غير ما ياخد منها فلوس. عشان كده اي حاجة حلوة احنا بنعملها بابا يسوع بيفرح بيها جدا، وممكن بعد سنين كتير 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 نلاقي الحاجة الحلوة دي جات لنا تاني وظهرت لنا تاني. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. وفي آخر الحلقة مش هننسى نسلم على أصحابنا أصدقاء حلقة النهاردة. من اسكندرية مصر: سابينا الكوسي يوساب، سيليا الكوسي يوساب، ماركو مينا، مارتينو مينا، جوناثان مراد، رافي فرانسوا، فيبي فرانسوا، بافلي باسم. ومن ألمانيا: فلومينا مينا ورفائيل مينا. ولو عايزين تكونوا من أصحاب الحلقات الجاية ابعت لنا في الكومنت اسمك والمكان اللي انت منه، ونحب نشوفكم دايما مع إصدارات كوبتك سمارت كيدز ذكية ومليانة باللعب والمفاجآت والحاجات اللي بتعلمنا عن طقس الكنيسة والقديسين والأسرار. نشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.